جسر مطل على نهر السين. ترمى الورود هنا في باريس تكريما لذكرى عشرات الجزائريين الذين قتلهم الجيش الفرنسي وألقى بهم في النهر عام 61. ظلت الذاكرة حية ودخل على خطها الرئيس الفرنسي الحالي فرانسوا أولاند حينما اعترف في أكتوبر الماضي بالمذبحة، منهيا عقودا من الصمت الرسمي الفرنسي. خطوة أولاند الاستباقية لزيارته للجزائر بدأت تسير على تصريحات مماثلة أطلقها قبل 6 سنوات أيام كان رئيسا للحزب الاشتراكي الفرنسي، وزار الجزائر حينها، طاف في أحيائها والتقى بساساتها ودان النظام الاستعماري. لكنه اليوم يزورها رئيسا لفرنسا، هي الأولى له منذ توليه الحكم في مايو الماضي، زيارة تبدو مثقلة بتبعات الماضي الاستعماري وحساسيته وحالة ترهل بل وأزمة ثقة تشهدها العلاقات بين البلدين. فقد شهدت العلاقات تجاذبات خصوصا بعدما عرف بقانون تمجيد الاستعمار الفرنسي عام 2005، وتفاعل الأمر في المقابل داخل أروقة البرلمان الجزائري لإصدار قانون يجرم الاستعمار ويطالب فرنسا بالاعتذار، وسرعان ما خبت نيران المطالبين به. وفيما يبدو رسالة تحمل قراءات، دعا الرئيس الجزائري منذ أيام إلى قراءة موضوعية للتاريخ تسمح لفرنسا والجزائر بالتعالي على آثار الماضي المؤلم كما قال. قد يقرأ البعض التصريح بالرد الإيجابي على رسالة أولاند الإيجابية، لكن مراقبين يقولون إنه لا يمكنها أن تتجاوز حقيقة وجود أكثر من ملف شائك يعرقل تطور العلاقات بالرغم من تواصل الشراكة الاقتصادية. زيارة أولاند التي مهد لها وزير خارجيته لوران فابيوس ارتفع معها الحديث عن شراكة استراتيجية تذهب أبعد من معاهدة الصداقة التي وقعها البلدان خلال الزيارة اللافتة للرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك إلى الجزائر عام 2003. قد تغلب المصلحة الاقتصادية كافة العلاقات، لكن لا يخفى عليها افتراق البلدين سياسيا، خصوصا في السنوات الأخيرة حول ملفات ساخنة، بينها ملف مالي ودفع باريس باتجاه الحسم العسكري في مواجهة رفض جزائري لذلك، إضافة إلى مقاربة جزائرية مختلفة عن فرنسا في ملفات عدة، بينها الملف السوري. وبين التاريخ والمستقبل ولغة المصالح تبدو الثقة واللغة الصريحة مفتاح الذهاب بعيدا في علاقات الجزائر وفرنسا حسب ما يقول خبراء. فمثلما لا تريد هذه العلاقات أن تبقى أسيرة الماضي، لا ينبغي أن تدير ظهرها له.